السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. الفيديو النهاردة بصراحة يا جماعة كان بالنسبة لي تحدي اني بمبلغ ال1000 جنيه اللي كنت بجيب بيه اللحوم والاسماك والفراخ بتاعتي والطيور، يعني ان انا برضو اقدر اجيب بيه في ظل الغلاء اللي احنا فيه دوت واكفي البيت واوزعه بحيث ان احنا ناكل برضو كويس الحمد لله. واللي اتمنى يا رب يا رب كده، يعني الاسعار يا اما تنزل يا اما تثبت على كده وما تزيدش عن كده. في البداية انا عايزة اقول لكم ان احنا اسرة مكونة من 4 افراد، يعني التقسيمات اللي انا هقسمها كلها دي بالنسبة لي على اساس ان احنا 4 افراد. لو انتي اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعلي رمز الجرس علشان دايما يوصلك كل جديد، وما تحرمش من كلامكم الحلو اللي دايما بتشجعوني بيه في التعليقات. يا رب يخليكم اخوات دايما في حياتي كده بإذن الله. فعلا كلامكم جميل جدا بيخليني عايزة اعمل فيديوهات اكتر من كده. ولو انت جديدة قوليلي عشان ارحب بيكي. اهلا بكل اخت جديدة اشتركت معايا في القناة. اول حاجة جبتها انا جبت كيلو ونص لحمة بلدي قطع، وجبت كمان كيلو مفروم. طبعا انا كنت بجيب اكتر من كده لما كانت الاسعار معقولة شوية، لكن الحاجات دي انا جايباها على سعر 250 جنيه للكيلو. تخيلوا يا جماعة اللحمة عندنا وصلت 250 جنيه. بصراحة كل واحد وعلى حسب ظروفه. انا عندي في البيت مش هيرضوا ياكلوا لحوم مش بلدي، يعني هم اصلا مش بياكلوا لحوم باقبال او فراخ باقبال، فانا مش قادرة اجيب لهم لحوم مجمدة. بس هي مش وحشة. انا عايزة اقول لكم ان انا كنت عند ماما كنا بناكله لحوم مجمدة وفراخ كمان مجمدة، بس ولادي ولا زوجي عايز ياكل منهم. فربنا يا رب يحلل كل واحد زاده. يعني انت ممكن تجيبي في اللحوم مجمدة بنفس الطريقة وتقسميها بنفس التقسيمة اللي انا هقولها لك. انا قسمت الكيلو المفروم على 3 اكياس. هعمل مثلا مرة كفتة، يعني هعمل من كيس كفتة رز، وكفتة الرز دي ممكن ترمي معايا اكلتين مش اكلة واحدة. وهعمل عصاج، والعصاج ده انا ممكن ازود كمية البصل عليه واعمل برضو منه اكلتين مش اكلة واحدة. وحتى لو عملته اكلة واحدة برضو هيبقى فيه ايام كويسة يعني تقضي. والجزء الثالث انا الصراحة ما كنتش مفكرة يعني انا هعمل ايه بالظبط، ولا لسه مقررة ممكن اعمل بيه ايه. فقررت ان انا اقسمهم واوزعهم كده في الاكياس وبططهم بحيث ان انا في الوقت اللي انا عايزة اعمل فيه هعمل على طول. كفتة الرز طبعا هضاعف كمية الرز اللي انا هعملها وهحطه وان شاء الله تطلع حلوة. ويعني هي بتطلع كويسة وبيطلع طعمها حلو وما والرز بيبقى بيديها طعم حلو، يعني هي اصلا كفتة رز. ده بالنسبة للحمة المفرومة. اما اللحمة القطع فطبعا هما ال3 طنصص انا مش هعملهم على مرة واحدة. انا قررت ان انا اعمل لكل واحد قطعة وتكون القطعة معقولة شوية. يعني الكيلو ونص دول انا قسمتهم بالظبط عملوا معايا 5 اكلات. في طبق من الطباق هو بس كان فيه 3 قطع، بس برضو ده هتصرف فيه ساعتها هعمله اي حاجة يعني ويقضي وكل واحد ياخد قطعة على القد. بس قبل ما اعمل كل ده كان لازم اعمل حاجة مهمة جدا. كان لازم اكون متفقة معاهم ومتصارحة وبالراحة ومن غير مشاكل. يعني قلت يا جماعة الدنيا غلت والاسعار بقت مرتفعة في كل حتة، فاحنا هنحاول ناكل كويس، يعني نفس الاكل، وبدل ما كنت بتاخد حتتين هتاخد حتة واحدة. كذلك برضو زوجك ممكن تكوني بتفاهمه معاه، بس مش بحيث ان انتي مش كل شويه تقولي له الدنيا غلت الاسعار غلت، لان بصراحه هم برضو معذورين. هي ايوه الدنيا غلت بس هم مش عارفين يعملوا ايه، لان هو الدخل زي ما هو، هم بيشتغلوا بيعملوا اللي عليهم. فالدنيا بقت صعبة عليا وعلينا وعليهم. فاحنا كستات بيوت شاطرة لازم احنا ننظم نفسنا ونعرف احنا ممكن نعمل ايه ونتصرف ازاي. وعلى فكرة انا عملت اكلة من الطباق دي وكانت كويسة ومحدش اتضايق ولا حد اعترض. الى جانب ان انا ممكن مش كده بس، يعني ممكن خلال الاكلة دي تطبخي اليوم
يعني تعملي فيه لحمة واليوم التاني يبقى الخضار من غير لحمة ولا حاجة، الباقي خلاص. يعني مش لازم كل طبيخ او كل خضار صنف خضار يكون موجود جوه منه لحمة، ممكن يكون في اكتر من يوم ارداحي في الشهر. يعني انا هنا زي ما قلت لك كده قسمت اللحمة مثلا كفت معايا، الطباق دي عملت 5 مرات، والمفروم عمل 3 مرات. ممكن انا مثلا زي ما قلت لك ازودهم كمان مرتين يبقى 5 مرات تانيين، يبقى كده 10 ايام لحوم في الشهر. الى جانب كمان هجيب فراخ، دول بالظبط عاملين كده على حساب 250. انا معرفش بقى اللحمه، يعني هي كل يوم اسعارها بتزيد والفراخ كمان اسعارها بتزيد، بس انا ساعه ما اشتريت كانت اللحوم ب 250. بس دي عشان يعني زي ما انتي شايفه كده حمرا، انا مش بجيب فيها دهون، ممكن اللي فيها دهون بيكون سعرها اقل من كده شويه. دول عملوا زي ما قلتلك 625 جنيه بالظبط. يعني اللحوم انا جبت لحوم ب 625 جنيه. يا ربنا يملى بيوتكم كلكم دايما بالخير، وان شاء الله كده يعني الدنيا تستقر شوية والأسعار تهدى يا رب. فكها علينا كده، ندعي كلنا ان ربنا يفكها علينا ويوسعها علينا جميعا بإذن الله. ممكن طبعا لو انتي هتجيبي لحمة سوداني او اللحمة الستوردة المبلغ ممكن يقل اكتر من كده بكتير. نيجي بقى للفراخ، طبعا الفراخ غلت جدا. ده كيلو بانيه انا جايباه صدور كده عامل 170 جنيه، وكمان جبت الفرختين دول كل واحدة فيهم حوالي كيلو ونص عاملة 120 جنيه، يعني 240 جنيه. فراخ دي فراخ بيضة يا جماعة، والصدور دي عاملة 170 جنيه. هغسلهم وانضفهم وانقعهم كويس جدا، وانا بحط لهم ليمون وبحط لهم ورق لورا بيديهم ريحة حلوة وبيضيع ريحة الزفارة منهم. هقسمهم زي ما انتي شايفة كده، هاخد في كل طبق نص فرخة، يعني هاخد الصدرين مع بعض في طبق، وكمان برضو الصدرين الوراك هاخد 3 وراك دول ناوية اشويهم، 3 وراك كويسين وحلوين قوي، وكمان الصدرين التانيين هاخدهم في طبق. اما الصدور اللي قدام اللي انا جايباها دي فانا هقطعها واقسمها، بس مش عارفه بالظبط لسه هعمل بيها ايه، بس هوريكي التقسيمه اللي انا هعملها. انا بكسر بس الصدر كده عشان احطه جوه الطبق ما يبقاش عالي وما ينفعش يتغلف. هقطع الصدر نصين، هاخد الجزء اللي ورا افصله عنه لوحده اللي هو ده، والجزء اللي في الجنب كده. هعمل كده في كل الصدور بتاعتي، وهخليها كده بس قطعة الصدر او قطعة اللحم دي لوحدها كده، يبقى صدر كده لوحده. لو عايزة اقطعه بانيه هقطعه، لو عايزة ساعات بسلقه مع الوراك عادي بيتسلق وبيتحمر بيبقى حلو. لو عايزة اشوي منه هقطع واشوي منه، لو عايزة اعمله ستريبس هعمله، لو عايزة اعمله كفتة فراخ هعملها، كفتة فراخ بالرز هعملها. بس انا هوريكي التقسيمة اللي انا هقسمها، هعمل منهم مجموعة اكلات كويسة. انا طبعا بعبي كل صدر كل حتة فراخ في كيسة لوحدها، عشان لو عايزة اعمل حتتين او عايزة اعمل حتة واحدة اعملها. زي ما انتي شايفة اهو عملت اكتر من اكلة، 1 2 3 4 5 6 7، ممكن يعملوا 7 اكلات. 7 اكلات حلوين جدا على الاكلات اللحمة، يعني حوالي 15 او 17 يوم فراخ ولحوم، فده شيء كويس جدا هينفع معانا ويبقى حلو قوي، مش هيقول لا خالص. وبقية الشهر بقى هنقضيه عدس بصارة طبيخ بس من غير لحمة عادي جدا، فشوية بطاطس وشوية بدنجان، فول بالصلصة، الأكلات الجميلة الحلوة دي. يومين سمك، والأسماك برضو في أسماك رخيصة وأسماك غالية، فالدنيا هتمشي إن شاء الله. وربنا بس يعيننا كده ونحاول نهدي نفسنا ونخرج من المود، وإن شاء الله وندعي ربنا كتير 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 بإنه يفرجها علينا، لأن احنا ملناش ملجأ إلا هو. ندعي ربنا كتير كتير ان شاء الله ربنا يعدي الايام دي على خير،
والاوضاع تستقر والاسعار تنزل، علشان ان شاء الله نعدي الشهر الكريم على خير. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك، تكتبي لي رايك في التعليقات، وتكتبي لي كلمه حلوه. على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.